فاللي بقوله يعني اللي بقوله بالله عليك زي ما انت بتهتم بالمذاكره اهتم بس بالجانب الثاني. والكلام ده مش بقوله لك ومعنى كده ان انا بعمله، لا انا بجاهد نفسي اني اعمل الكلام اللي انا بقوله لك. يعني كلنا في الهوا سوا، كلنا بنقع وكلنا مش مكملين الدنيا يعني. تمام؟ يلا يا جو، يلا يا جو، يلا يا جو. طيب خلاص فهمنا الكلمتين دول. اجتهد على قد ما تقدر في المذاكره، واجتهد زيها على قد ما تقدر في انك تستغل رمضان انك تاخد حسنات. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى مهمه جدا، وانا حاسس انه يعني انا كنت متعلمها بس في حد كده الاسبوع اللي فات قالها لي، حد في الشغل يعني، فعجبتني الجمله قوي. قال لك يعني كلنا يا جماعه عندنا شويه معلومات قد كده. انت عندك معلومات انا مش عارفها، وانا عندي معلومات انت مش عارفها. وجودي هنا لا يعني شيء ان انا جهبذ او ان انا عارف معلومات كل حاجه، لا انا عندي بس حبه معلومات صغيره جدا هديها لك، وفي المقابل برضه هاخد منك معلومات. باشمهندس انا عندي شويه معلومات صغيره عايز اديها لك، وفي نفس الوقت انت عندك شويه معلومات انا ببقى عاوزها. فعلى قد ما تقدر يا باشمهندس احنا موجودين في الدنيا دي علشان نساعد بعض على قد ما نقدر. الجمله بقى اللي عجبتني الراجل قالها لي، قال لي خليك خبيث في المعلومات. يعني ايه كلمه خبيث في المعلومات؟ ادي معلومات كتير وخليك خبيث في انك تاخد حسنات كتير. خليك خبيث في الحته دي. كل ما بتدي كل ما هتاخد حسنات، فخليك خبيث في النقطه دي. كلنا بنساعد بعض وكلنا هنقف في وقت من الاوقات وهنعلم ناس تانية، فخلي الدايره ماشيه كده عشان ايه؟ الاجيال كلها تتعلم من بعض. تاني حاجه قالها برضو، قال موت فارغا. يعني موت وانت مش جواك اي معلومه ما طلعتهاش، لا طلع كل حاجه عشان لما تموت، ما كلنا هنموت مش عيب، يبقى انت خلاص موت فارغا تماما، مفيش اي حاجه جواك. تمام؟ ديت تاني معلومه. نركز بقى في الهيدروليكس، ركز معايا. اول حاجه يا باشمهندس تعالى مع بعض. اول حاجه بنبدا السكشن بايه؟ بنبدا السكشن احنا بس بنعمل ريفيجن بسيط على الجزء اللي فات. فانا عايزك الشيت اللي فات يا باشمهندس انا كنت بتكلم عن حاجه اسمها سبيسيفيك ايه؟ انرجي. لا بالله عليك اتكلم معايا، ده احنا في رمضان فانت لازم تتكلم معايا، فانت لازم تتكلم. طيب باشمهندس السبيسيفيك انرجي دي كانت بتساوي ايه زائد ايه؟ الواي زائد الفي سكوير على ال2 جي. باشمهندس عينت الفي سكوير فقلت لك والله هي واي زائد الكيو سكوير على ال2 جي في الايه؟ في الاريا سكوير. وخلصنا الايكويشن دي وعرفنا مع بعض يا باشمهندس ان انا عندي تو ديبسز عندهم نفس السبيسيفيك انرجي. كنت بسمي التو ديبسز دول ايه؟ alternative depths، صح كده؟ بعد كده عرفنا الواي كريتيكال سبيسيفيك انرجي مينيمم. بعد كده دخلنا في تاني حاجه يا باشمهندس في السكشن اللي بعديها على طول، قلت لك ان انا عندي ابلكيشنز للسبيسيفيك انرجي. كان عندي تو ابلكيشنز مهمين. اول ابلكيشن يا باشمهندس كان عندي الرايز، تاني ابلكيشن كان عندي الايه؟ الدروب. الناحيه الثانيه كان عندي الكونتراكشن وكان عندي الايه؟ الاكسبانشن او الانلارجمنت بتاعتي. وفهمنا مع بعض ايه الايكويشنز وقعدنا نحل عليها. النهارده باذن الله رب العالمين هنخش في جزء جديد اللي هو شابتر 3 واللي هو ايه؟ سبيسيفيك فورس. باشمهندس فاكر يا باشمهندس في الفلويد كان عندك في شابتر 4 كنت بتكلم عن برنولي ايكويشن، صح؟ برنولي ايكويشن هي السبيسيفيك انرجي. شابتر 5 في الفلويد كان بيتكلم عن ايه؟ المومنتم ايكويشن اللي هي ايه؟ قال لك هي عباره عن الفورسز اللي بتاثر على الفلويد بتاعي. طب ما تقول لي يا باشمهندس لو انا عندي اوبن تشانل كده ماشي فيها ميه، ايه الفورسز اللي بتحرك الميه دي؟ واحد جرافيتي فورس او الجرافيتيشنال فورس، صح؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ الويت. ماشي، ما هو الويت ده بتاع الجرافيتي، حلو جدا. الايه؟ البريشر بالظبط. قال لك والله يا باشمهندس انت عندك هنا حاجه اسمها الهيدروستاتيك بريشر، صح ولا مش صح؟ الهيدروستاتيك بريشر. باشمهندس ازاي ستاتيك؟ مش ستاتيك دي يعني حاجه ثابته؟ اعتبرها ستاتيك دلوقتي. قال لك والله هي هيدروستاتيك بريشر. تمام. تاني حاجه يا باشمهندس بتاثر على الفلويد بتاعي. ايه ده؟ لا 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 لا، هنا بزيرو. كل ما بتنزل تحت كل ما جوه في اتش كل ما البريشر بيزيد كل ما بيرفلكت في فورس، صح؟ طيب تاني فورس عندي يا باشمهندس اللي هي مين؟ اللي هي المومنتم فورس، صح ولا مش صح؟ ايه المومنتم فورس دي يا باشمهندس؟ ما انت لو عندك السكشن دوت ماشي في فيلوسيتي 1 والسكشن ده ماشي في فيلوسيتي 2، فانت عندك مومنتم فورس بتساوي الرو في الكيو في فيلوسيتي 2 ناقص فيلوسيتي 1. فاكر الكلام ده؟ هو اللي عامله هنا بالظبط. فقال لك والله يا باشمهندس الفورسز اللي بتاثر معايا هي واحد الهيدروستاتيك بريشر. الهيدروستاتيك بريشر يا باشمهندس الفورس بتاعته كان ليها جنرال ايكويشن في الفلويد كان بتقول ايه؟ كمل قول.
جاما في ايه؟ والله جاما اهي. ايوه بقى في اتش ايه؟ اتش بار، فاكر؟ في الايه؟ في الاريا زائد الرو في الكيو في الفيلوسيتي. دي كانت بتاعت المومنتم فورس، دي بتاعت الهيدروستاتيك بريشر اللي بيرفلكت لفورس. قال لك والله يا باشمهندس لو الفورس عندي بزيرو يعني الميه مش بتتحرك، فالفورس الوحيده اللي ماشيه بيها الاوبن تشانل هي مين؟ الهيدروستاتيك بريشر. طيب باشمهندس احنا الحمد لله رب العالمين عرفنا كده ان السبيسيفيك فورس بتساوي هيدروستاتيك بريشر فورس اند مومنتم فورس. طب ايه رايك يا باشمهندس دلوقتي لو قلت انها بتساوي الجاما في الاتش بار في الاريا زائد شلت الرو وحطيتها جاما على جي، فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. في الكيو في كيو على اريا، فيها مشكله؟ فممكن يا باشمهندس اقول والله انها بتساوي الجاما في الاتش بار في الاريا زائد جاما في الكيو سكوير على الجي في الاريا. ممكن دي وممكن دي على حسب معايا كيو دايركت ولا معايا فيلوسيتي، زي ما عملنا هنا يا جماعه بالظبط. صح ولا مش صح؟ عملتها هنا. طيب باشمهندس في السبيسيفيك انرجي كان عندك السبيسيفيك انرجي دايجرام كان عامل كده صح؟ نفس الكلام هنا يا باشمهندس. ما تيجي نرسم السبيسيفيك فورس دايجرام مع الواي، هتلاقي ان السبيسيفيك فورس دايجرام عامل كده. ودي يا باشمهندس حاجه اسمها ايه؟ سبيسيفيك فورس ايه؟ مينيموم. قدامها ايه؟ واي كريتيكال. باشمهندس الواي كريتيكال الفراود نمبر بتاعها بكام؟ بواحد. فوق الفراود نمبر بواحد كنا بنقول الفلو ايه؟ صب، وتحتيه سوبر كريتيكال. حلو قوي. قال لك والله يا باشمهندس عند واحد سبيسيفيك فورس، عند سبيسيفيك فورس فاليو اطلع فوق هتخبط هنا تجيب واي واحد، اطلع فوق هتخبط هنا تجيب الواي 2. الاثنين ديبسز دول اللي عندهم نفس السبيسيفيك فورس اسمهم ايه بقى؟ كونجيجيت ديبسز. اسمهم ايه؟ كونجيجيت، يعني الواي 1 بتساوي الواي 2 اند الواي 2 ار كونجيجيت ديبسز. يعني احنا كده يا باشمهندس عرفنا كونجيجيت ديبسز عندهم نفس السبيسيفيك فورس، الترناتيف ديبسز عندهم نفس السبيسيفيك انرجي. ادي اول معلومه قلتها. تاني معلومه قلتها ان السبيسيفيك فورس بيساوي الهيدروستاتيك بريشر فورس اند المومنتم فورس. لا الاثنين واي دي ودي اسمهم مع بعض كونجيجيت واسمهم مع بعض الترناتيف، عشان بيجي في الامتحان يقول لك جيت ذا كونجيجيت ديبس ويديك واي 1 ويطلب واي 2، او جيت ذا الترنيتنج ديبس. فساعتها تقول ان السبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2 وتجيب واي 1 وواي 2. نفس الكلام برضو فوق سبيسيفيك انرجي بقى وسبيسيفيك انرجي. حد فاهم حاجه؟ بجد والله فاهمين حاجه؟ انا كنت مستني دي. ماشي. بص بقى يا باشا، تعالى بقى يا باشا دلوقتي نعمل ايه؟ تعالى دلوقتي نلعب على السبيسيفيك فورس على الترابيزويدال كروس سكشن. باشمهندس في الترابيزويدال كروس سكشن كان عندك البعد اللي تحت ده اسمه بي، وكان عندك هنا 1 إلى تي، وكان عندك هنا شويه ميه. انا كل اللي انا محتاجك تعرف هو الجاما في الاتش بار في حاله الترابيزويدال بتساوي ايه؟ اصل انت يا باشمهندس الاريا بتعرف تجيبها لوحدك والله، والكيوب يديها لك، والاريا بتعرف تجيبها لوحدك. انت اتعلمت ده في اول ايه؟ اول شيت. ناقص لك مين؟ الجاما بار في الاريا. طيب باشمهندس الجاما بار في الاريا بتساوي ايه؟ ايه يا باشمهندس؟ اولا الاتش بار دي الاريا في الاتش بار. ايه الاتش بار؟ ايوه الله ينور عليك، من السنتر اوف جرافيتي بتاع الشكل لحد الفري سيرفيس. يعني ايه كلمه فري سيرفيس؟ البريشر عندها بزيرو. حلو. قال لك يا باشمهندس طيب السنتر اوف جرافيتي هنا بقى فين؟ الله ينور عليك. تعال نقسم الشكل. طب تعالى يا باشمهندس اقسم الشكل ده كده اهو، مثلثين ومستطيل. طيب عند المستطيل ده يا باشمهندس ابدا اشتغل. عندك الحته دي اسمها واي على الاثنين صح؟ لان ده كله اسمه واي. طيب تعال نقسم دي يا باشمهندس هتساوي ايه؟ قال لك والله هتساوي بي في واي، دي الاريا صح؟ في الواي بار بكام؟ واي على 2. بالله عليك اللي تتكلم معايا بالله عليك اهي زائد كده خلصت المستطيل. اريا في اتش بار زائد المثلث يا باشمهندس المسافه دي كان اسمها ايه؟ تي واي. طيب والسنتر اوف جرافيتي عند المثلث الحته دي اسمها ايه؟ واي على 3. الله ينور عليك. طيب باشمهندس مش عندي مثلثين؟ ادي مثلثين افتح قوس.
الاريا بتاعت المثلث هو نص طول القاعده في الارتفاع، يعني نص التي في الواي في الواي، انا كده جبت الاريا في الاتش بار بتاعتها واي على 3 اهي، النص هتروح مع الاثنين. فمعنى كده يا باشمهندس ان الاريا في الاتش بار في حاله الترابيزويدال كروس سكشن بتساوي البي في الواي سكوير على الاثنين زائد التي في الواي اس 3 على 3. ودي يا باشمهندس لما احنا كان بيبقى عندنا ورقه A4 بنكتب فيها كنت بحط على طول ان الاريا في الاتش بار بتساوي ده عشان اعوض بيها على طول. ايه؟ سنتر ايه؟ يعني انا لو عملت كده الجزء اللي فوق ده زي اللي تحت؟ انا عندي نقطه ونقطه ونقطه، وصل بقى الثلاث نقط دول ويبقى عندك مثلث، هات لي السنتر اوف جرافيتي بتاع المثلث. دي نظريه السنتر اوف جرافيتي او الماس اوف جرافيتي. فبدل ما اعمل اللعبه دي كلها ما نقسم الاشكال. طب لا ما نقسمش اشكال، نحفظ دي وخلاص. بس عرفت انها جت منين. طب باشمهندس لو ريكتانجولار حط التي بكام؟ بزيرو. لو تريانجولار حط البي بزيرو. بس كده خلاص الموضوع. في مشكله؟ باشمهندس انا بديك الاريا في الاتش بار عشان تعوض فيها يا بني ادم وتطلع بيها رقم تروح معوضه في السبيسيفيك فورس دايركت. خلاص في مشكله؟ طيب باشمهندس انا لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين اديت لك حته ريفيجن في الاول خالص عن السبيسيفيك انرجي، شرحت لك السبيسيفيك فورس، قلت لك الكروس سكشن بتاع السبيسيفيك فورس ازاي اقدر اجيب منه الاريا في الاتش بار. شكرا على كده. طب ما تيجي يا باشمهندس زي ما احنا كان عندنا ابلكيشنز في السبيسيفيك انرجي، هل انت عندك ابلكيشنز في السبيسيفيك فورس؟ ومهمه جدا. قال لك يا باشمهندس ايه هي الابلكيشنز بتاعت السبيسيفيك فورس؟ قال لك اول حاجه فرضا يا باشمهندس انا عاوزك تتخيل معايا بالله عليك، اتخيل بس معايا. لو انا عندي يا باشمهندس بيد ليفل كده وعندك فيه ميه ماشيه، ركز بقى. جيت انت يا باشمهندس حطيت هنا حاجه اسمها سلويس جيت، بوابه. البوابه دي يا باشمهندس هدفها ايه؟ بتتحكم في الووتر ليفل، بتكنترول الووتر ليفل زي اللي شفتها في الفلام تحت في المعمل. قال لك يا باشمهندس لو قفلت البوابه الووتر ليفل هنا هيزيد، لو فتحت البوابه هيبدا يعدي شويه ميه من تحت البوابه. الميه دي يا باشمهندس بتمشي بكيرف كده وهوب عند نقطه معينه بتروح عامل لك بتاع اسمها هيدروليك جامب. ايه بقى الهيدروليك جامب دي يا باشمهندس؟ هقول لك. باشمهندس مش انت عندك هنا واي صغيره وعاوز تروح الووتر ليفل في الداون ستريم واي كبيره شويه. يعني عندك الحاله دي يا باشمهندس نوع الفلو ايه؟ ايوه اتكلم سوبر صح؟ انما هنا يا باشمهندس نتيجه انتقالك من السوبر كريتيكال فلو للسب كريتيكال فلو لازم تنتج هيدروليك جامب. لازم تنتج الايه؟ الهيدروليك جامب. يبقى يا باشمهندس وانس انا عندي سوبر كريتيكال عايز اروح للسب كريتيكال، ساعتها انا عندي هيدروليك جامب لازم تحصل. في السبيسيفيك انرجي كنت بقول لك ان الفلو حتى هذه اللحظه ماشي لا صب يا اما ايه؟ سوبر. انما هنا بدانا بقى نلعب بقى اهو، السوبر بدا يتحول للصب، فعشان يتحول للصب لازم يلعب في الايه؟ في الهيدروليك لازم يبقى عندي ايه؟ هيدروليك جامب. حلو قوي. قال لك طيب باشمهندس ده اول ابلكيشن اللي هو الهيدروليك جامب. هل في حاجه تاني بتطلع لي هيدروليك جامب؟ من فوق ايه بقى؟ يا بص انت بيتكلم صح بس هو عايز بس يظبطها. قال لك والله يا باشمهندس بص لو انا عندي برضو بيد ليفل كده والبيد ليفل ده يا باشمهندس عليه دام. عارفين ايه الدام؟ سد ده سد اهو، سد خرسانه عادي جدا. عند الميه يا باشمهندس الهدف من السد ده يا باشمهندس ان هو بيحجز كميه ميه ابدا استخدمها في وقت الاحتياج صح؟ في اوقات معينه في اوقات الفيضانات بتبدا الووتر ليفل بتاع الميه ده يا باشمهندس يعدي الكريست ليفل. الكريست ليفل ده اللي هو اعلى نقطه في الايه؟ في السد. وانس ان الووتر ليفل عدى الليفل بتاع الكريست ليفل، ايه اللي بيحصل للميه؟ بتبدا تهرب تطلع، هي زي الويل بالملي. قال لك يا باشمهندس بتطلع من سبيل واي. السبيل واي دوت هو المكان اللي عنده لما الميه بتطلع فوقيه بيعدي منه. انتوا فاهمين؟
طب انا بس عايز افهمكم اكتر بس معلش. يعني انا دلوقتي لو انا عندي ده سد كده، ده سد 3 دي، اعتبره 3 دي، بتلاقي ان السبيل واي مثلا هنا كده، فالميه وهي ماشيه كده اهي هتعدي بس الكريست ليفل فوق، فهتعدي فوق الايه؟ السبيل واي. تمام؟ طيب باشمهندس مش هنا في انرجي عاليه قوي؟ بتلاقي عندك شلال انرجي، صح؟ قال لك يا باشمهندس بيوصل عند النقطه دي عندي واي صغيره وعاوز اروح عند داون ستريم بواي كبيره. مش انا برضه يا باشمهندس كده بتحول من سوبر كريتيكال لسب كريتيكال؟ يبقى لازم انتج هيدروليك جامب. تمام؟ يبقى يا باشمهندس من سوبر لسب هيدروليك جامب، الموضوع انتهى. طب من سب لسوبر؟ لا تاني معلش. لا 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 لا، الحته دي بتبقى مثلا 0.3 متر 30 سم، انما ده دام ممكن يبقى 20 متر، فاهم؟ فلا انت نازل بانرجي رهيبه جدا، لازم تديسيبيت الانرجي بهيدروليك جامب. طب انا قلت ايه دلوقتي؟ ديسيبيت الانرجي. يعني ايه كلمه ديسيبيت الانرجي يا باشمهندس؟ هنا في انرجي كبيره، ايوه هتعمل ايه؟ هتقل ولا هي كبيره؟ هتقل ازاي بقى تقل؟ هتتحول فورم تاني؟ بص هو الراجل بيتكلم برضه صح بس عايز يظبط الدنيا. بيقول لك يا باشمهندس انا عندي انرجي كبيره جدا، الانرجي دي يا باشمهندس لو ما عرفتش تتحكم فيها انت عارف ايه اللي هيحصل هنا؟ حاجه اسمها سكور، النحر. لو انا عندي هنا يا باشمهندس حته تراب او حتى حته خرسانه بلين كونكريت ولقيت ان الانرجي قاعده عماله تنزل كده دايناميك على طول حياتها بتعمل كده، لازم يا باشمهندس تروح تديسيبيت الانرجي. فانت على قد ما تقدر بتحاول تقرب الهيدروليك جامب، لان الهيدروليك جامب بيديسيبيت الانرجي، لانه بيتحول من الحاله السوبر للحاله الايه؟ الصب. فكك ما فهمتش عادي، انا عندي هيدروليك انرجي من السوبر للصب. حلو، بص بقى الهيدروليك انرجي هنا يا باشمهندس، ده شكل الهيدروليك انرجي. طب ايه رايك نجيب الايكويشنز اللي بتبدا تتحقق في الهيدروليك انرجي؟ انا قلت لك اول معلومه ان الهيدروليك انرجي هدفها انها بتديسيبيت الايه؟ الانرجي. حلو، وانا بقول هيدروليك انرجي يا جماعه، انت ما تقولي هيدروليك جامب يا جدعان، ركز معايا اهو يا باشا. اتش جي هيدروليك جامب، تمام؟ باشمهندس انا عندي هنا انرجي كبيره هتديسيبيت الانرجي. قال لك يا باشمهندس بتديسيبيت الانرجي فبيبقى عندك هنا هيد ايه؟ هيد لوس نتيجه ايه؟ الهيدروليك جامب. تمام؟ قال لك طيب باشمهندس يعني معنى كده اقدر اقول لو انا خدت النقطه دي وبرنولي فاكر؟ اقدر اقول ان السبيسيفيك انرجي 1 بتساوي سبيسيفيك انرجي 2 زائد هيد لوسز بتاعه الهيدروليك ايه؟ جامب. لا ما تبصليش كده يا عم، انا اهو ده سبيسيفيك انرجي 1 ده سبيسيفيك انرجي 2، ده بيساوي ده زائد دي اهي، ودي اول ايكويشن بتاعه الهيدروليك جامب. في مشكله؟ كده انا جبت الانرجي. ينفع العب في الفورسز؟ تعال نلعب في الفورسز. ايه الفورسز يا باشمهندس بتاعه الميه اللي ماشيه دي؟ ايه الفورسز اللي قدامك؟ قول لي كده، قول لي كل الفورسز، كل القوه. لازم انا اقول القوه؟ بريشر اهي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا عندي هنا يا باشمهندس هيدروستاتيك بريشر بيرفلكت الفورس F1، صح؟ الناحيه الثانيه ممكن اعمل نفس الكلام كده 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 F2، صح ولا مش صح؟ ها ايه تاني؟ لو في ما الميه متحركه في ايه؟ فريكشن بالظبط، يعني في شير ستريس هنا نتيجه البيد. طب ايه رايك ان في شير ستريس هنا كمان نتيجه الهيدروليك جامب؟ شير ستريس مع مين؟ مع الهواء. اوعى تهمل حته الهواء دي، احنا هنهملها عندنا في الكورس، بس لما تكبر باذن الله وتاخد ماستر مش هنهملها. لا، الهواء ده بيأثر تاثير جذري في حركه الهيدروليك جامب بتاعتك. فانا عندي برضه هنا يا باشمهندس تاو بس ولكن بتاعت البيد، وعندي هنا تاو بتاعت الايه؟ السيرفيس، اللي هو السيرفيس بتاع الهيدروليك جامب. ايه الفورسز تاني؟ حسن بيودي النهارده بيقول لك يا باشمهندس طب ما انت خدت كنترول فوليوم. الكنترول فوليوم ده يا باشمهندس فيه ويت. الويت دوت لو انا عندي ده مايل بسيتا يبقى هو ماشي كده بكام؟ بدبليو ساين سيتا.
صح؟ لو عندك البيد ليفل مال بسيتا هيبقى الويت نازل معاه بدبليو ساين سيتا، صح ولا مش صح؟ يا عم قول لي صح بس، شكرا. طيب باشمهندس، تعرف بعد ما خدت كنترول فوليوم تعرف تطبق المومنتم ايكويشن في الحاله دي؟ ازاي بقى؟ امشي مع اللي ماشي، اف 1 ناقص اف 2 زائد دبليو ساين سيتا ناقص التاو بتاع البيد في الاريا بتاعت البيد. انت عارف ان الشير ستريس لازم يتضرب في اريا يتحول لفورس، ناقص التاو بتاع السيرفس في الاريا بتاعت الايه؟ السيرفس. كل الكلام ده بيساوي جاما كيو في الفيلوسيتي 2 ناقص فيلوسيتي ايه؟ 1. ما هي دي المومنتم ايكويشن، بتقول ان سيجما الفورسز كلها بتساوي جاما في الكيو في دلتا الفي. فاكر الكلام ده؟ يلا بينا بقى نشوف ايه الاسامبشنز بتاعتي وهيرفلكت ازاي على الايكويشن. قال لك يا باشمهندس الاسامبشنز بتاعتك وانت بتعمل الايكويشن بتاعت الهيدروليك جامب عشان انت لسه صغير وفي سنه ثانيه، اول حاجه هتاسيوم هوريزونتال بيد. بسم الله. معنى كده يا باشمهندس ان ده بكام؟ ساين 0 ب0. تمام. تاني حاجه هتنجلكت الشير كله، الشير بتاع البيد والشير بتاع الاير. يبقى ده بكام؟ ب0. وده بكام؟ شكرا ليك يا باشمهندس. يلا بقى طلع لي الايكويشن دي هنا. بقى عندك اف 1 ناقص الاف 2 تساوي جاما في الكيو في الفيلوسيتي 2 ناقص جاما في الكيو في الفيلوسيتي 1. تمام؟ ودي دي هنا ودي دي هنا، فبقت الاف 1 زائد جاما في الكيو في الفيلوسيتي 1 بتساوي الاف 2 زائد جاما في الكيو في الفيلوسيتي 2. باشمهندس هي الفورس نتيجه الهيدروستاتيك بريشر مش هي دي اللي بتساوي الجاما في الاتش بار في الاريا؟ صح؟ يعني ممكن اشيل دي واحط جاما في اتش بار في الاريا 1، واشيل دي يا باشمهندس واحط جاما في الاتش بار في الاريا 2. طب دي بتساوي ايه؟ سبيسيفيك فورس. خلاص يبقى كده يا باشمهندس وصلنا ان تاني ايكويشن عندي في الهيدروليك جامب ان سبيسيفيك فورس 1 بتساوي سبيسيفيك فورس 2. شكرا. يعني السبيسيفيك فورس في الاب ستريم بتاع الهيدروليك جامب بيساوي نفس السبيسيفيك فورس في الداون ستريم بتاع مين؟ في الهيدروليك جامب. اتكلم معايا بالله عليك. فلو انا عندي دي واي 1 ودي واي 2 يبقى انا عندي 2 كونجيجيت ديبسز في الهيدروليك جامب. يعني هو لو عاوز الواي 2 نتيجه الداون ستريم بتاع الهيدروليك جامب على طول عندها نفس السبيسيفيك انرجي بتاعت الواي 1، عوض هات. شكرا. صور. طيب ينفع ازود حاجه صغيره بس في الهيدروليك جامب؟ لو قال لك مثلا يا عم مثلا ارسم السبيسيفيك فورس دايجرام والسبيسيفيك انرجي دايجرام في حاله الهيدروليك جامب. ادي سبيسيفيك فورس مع الواي، ادي سبيسيفيك انرجي مع الواي. هترسمها ازاي؟ كده كده هي ثابته، هي كده 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 صح؟ مفيش اي مشكله. بعد كده هتقول له والله السبيسيفيك فورس ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. يعني هتخبط هنا وتبقى عندك واي 1 وهتخبط هنا ويبقى عندك ايه؟ واي 2. طب السبيسيفيك انرجي ركز بقى في دي. هنا يا باشمهندس سبيسيفيك انرجي 1 صح؟ اهي سبيسيفيك انرجي 1. طيب السبيسيفيك انرجي 1 دي يا باشمهندس عندها واي 1 وعندها واي 2 عادي جدا. تروح السبيسيفيك انرجي 1 تمشي بميل كده لحد النقطه دي عشان النقطه دي يبقى عندها ايه؟ سبيسيفيك انرجي 2. شايف الميل ده؟ هو ده الايه؟ الاتش لوسز. يعني الاتش لوسز يا باشمهندس بتساوي السبيسيفيك انرجي 1 ناقص السبيسيفيك انرجي 2 لو هو عاوزها. في مشكله؟ طيب لو جه خلاص احنا عرفنا دي تعرف تجاب ازاي. طب لو جه قال لك هات لي اللينس بتاع الهيدروليك جامب. طب هات لي الهايت بتاع الهيدروليك جامب.
لو انا معايا كل حاجه وقال لك هات لي الهايت ده بيساوي ايه؟ واي 2 ناقص واي 1. طب هات لي اللينز. اضرب اللي في الهايت. فكر شويه بس، انا عايزك تفكر شويه. ما فيش سلوب، احنا قلنا هوريزونتال بيد سلوب. فيثاغورس ايه؟ لا. لو انا عاوز اللينس بتاع الهيدروليك جامب اعمل ايه؟ لا سبيسيفيك فورس ثابت فالديفرنس بزيرو. مش هنا في السلوب ده بيساوي اللي هو الاتش لوسز ده اتش لوسز هضربه في ايه بقى؟ الهايت مش هيجيب ليه؟ ولا ليه اي علاقه. هو مش الاتش لوسز دي ليها قانون اللي هو ده مين ده؟ 8 اف. ايه ال 8 اف ده؟ مين اللي فيها ال؟ اللينس يعني؟ الاتش لوسز كنا بيبقى ليها رول الاتش لوسز انا جبت الاتش لوسز خلاص يا جماعه، هو سبيسيفيك انرجي 1 ناقص سبيسيفيك انرجي 2 وجبت الهايت بتاع الهيدروليك جامب اللي هو واي 2 ناقص واي 1. ناقص لي اجيب اللينس بتاع الهيدروليك جامب. الهيدروليك جامب دي معمول لها ستريتش في الاوبن شانل قد ايه؟ بتاخد كام متر؟ مش هتعرفها عشان هي معادله امبيريكال هقول لك عليها دلوقتي. ركز بقى معايا. بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ دلوقتي احنا الحمد لله رب العالمين خلصنا السبيسيفيك فورس خلاص، وخلصنا الاريا في الاتش بار للترابيزودال كروس سكشن، عرفنا الابلكيشنز بتاعت السبيسيفيك فورس للهيدروليك جامب، وعرفنا الهيدروليك جامب بتحصل امتى. اول حاجه فين؟ في الداون ستريم بتاع الجيت، وتاني حاجه فين؟ في السبيل واي اوف دام، صح كده؟ وعرفنا كمان الايكويشنز بتاعت الهيدروليك جامب هي كالاتي، دي الجنرال ايكويشنز بتقول لك والله ان سبيسيفيك انرجي 1 بيساوي سبيسيفيك انرجي 2 زائد الهيد لوسز. تاني حاجه يا باشمهندس ان السبيسيفيك فورس عند داون ستريم هو السبيسيفيك فورس عند الاب ستريم. دي الجنرال ايكويشنز. يلا بينا نعمل زي ما عملنا في السبيسيفيك انرجي، نجيب شويه ايكويشنز ليها علاقه بالريكتانجولار والفيري وايد كروس سكشن. قال لك يا باشمهندس بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه بيقول لك ان الاثنين في الكيو سكوير على الجي بتساوي واي 1 زائد واي 2 في الواي 1 في الواي 2. باشمهندس انت عارف ان الواي 1 دي بتاعت الاب ستريم، الداون ستريم، ودي الجرافيتي اكسلريشن، ومين هي الكيو دي؟ اللي هي الكيو على البي. طب المعادله دي يا باشمهندس جت منين؟ اكيد واحده من دول. والله يا باشمهندس شلت عندي السبيسيفيك انرجي او شلت السبيسيفيك فورس، حطيت الجاما في الاتش بار في الاريا زائد ده في ده على ده بيساوي ده في ده على ده، وصلت للايه؟ للفورمولا دي. نفس الكلام يا باشمهندس هجيب فورمولا ثانيه ولكن ليها علاقه بالواي 1 والواي 2. نتيجه يا باشمهندس السبيسيفيك فورس 1 بيساوي سبيسيفيك فورس 2. بيقول لك يا باشمهندس ان انت لو عاوز تجيب كونجيجيت ديبس، يعني انت معاك ديبس وعاوز تجيب الكونجيجيت ديبس بتاعه، هتعمل ايه؟ هتقول والله الواي 1 بيساوي واي 2 على 2 افتح قوس سالب 1 زائد روت 1 زائد 8 كيو سكوير على جي في الواي 2 اس 3. المعادلات دي يا باشمهندس مش امبيريكال، المعادلات دي جايه نتيجه فيري وايد كروس سكشن او ريكتانجولار كروس سكشن للمعادلات الجينيريك. تمام؟ طيب باشمهندس كده جبنا الواي 1 والواي 2 نتيجه الكيو. وتخلي بالك ان هنا واي 2 تبقى هنا واي 2 عشان تطلع الواي 1. طب لو انت ما معكش الكيو ومعاك الواي كريتيكال، معاك ايكويشن ثانيه نتيجه الواي كريتيكال والواي 2. طب لو انت معكش الواي كريتيكال ومعاك الفراود نمبر، ايكويشن ثالثه نتيجه الواي 2 مع الفراود نمبر 2. يبقى هو مديك ايه؟ شوف هو مديك ايه وطبق المعادله، ودي بتبقى جيفنز عندك في الامتحان. يعني المعادله دي عشان اجيب الواي عشان اجيب الكونجكت ديبسز. طب باشمهندس لو انا عاوز واي 2 اعمل ايه؟ ابدلهم ازاي؟ شيفت سولف، احط واي 1 هنا واعمل شيفت سولف. ابدل ايه؟ بالظبط، الواحده اخليها 2 والاثنين اخليها 1 والاثنين هنا اخليها 1. ما تروحش تكتب الايكويشن ان ده الرقم بيساوي اكس على 2 وكذا كذا وشيفت سولف، لا باشا ده يبقى الاكس وده اللي هيطلع. هو في الاول وفي الاخر هما تو كونجكت ديبسز، واي 1 وواي 2، مش فارقه معايا. تمام يا جماعه؟ طيب قال لك بعد كده والله يا باشمهندس لو انا عاوز اجيب الهايت بتاع الهيدروليك جامب، الهايت مش هي واي 2 ناقص واي 1 اهي. طيب لو انا عاوز اجيب الهيد لوسز بتاع الهيدروليك جامب، الهيد لوسز اجيبه ازاي؟ هو سبيسيفيك انرجي 1 ناقص سبيسيفيك انرجي 2. لما تشيل السبيسيفيك انرجي 1 وتشيل السبيسيفيك انرجي 2 وتحط الايكويشنز اللي ليها علاقه بالسبيسيفيك انرجي عند الريكتانجولار والفيري وايد، هتوصل ان واي 2 ناقص واي 1 اس 3 على 4 واي 1 في الواي 2.
حقك تستخدمها على طول، محدش هيقول لك اي حاجه، ولكن لايه؟ ريكتانجولار وفيري وايد، ما تنساش. طيب فاكر يا باشمهندس لما قلت لك بقى انا عاوز اجيب اللينس بتاع الهيدروليك جامب، اللينس قلت لك والله هي معادله امبيريكال. يعني ايه معادله امبيريكال يا جماعه؟ جايه من التجارب، صح؟ بتقول لك والله هي من 5 ل 7 الواي 2 ناقص واي 1. 5 ل 7 هتحطها كام؟ اكيد هتحطها 6، صح كده؟ ما فيهاش لعب خالص. طيب قال لك طب لو انا عاوز الباور هورس لللوسز، يعني الاتش لوسز اللي حصلت دي هتطلع بالايه؟ بالمتر، صح؟ انا عاوزها تبقى بالباور هورس. عادي تضرب الجاما في الكيو في الاتش لوسز اللي انت جبتها تقسم على 75، وما تنساش ان الجاما دي هتعوض بيها بكام؟ ب1000. مفيش رقم تاني. هتعوض بيها ب1000 عشان تقسم على 75 تطلعها بالهورس باور. ساعات بيطلبها دي الباور نتيجه الايه؟ الهيد لوسز. طيب باشمهندس لو هو عاوز البرسنتج لوس، قال لك والله البرسنتج لوس هي اس 1 سبيسيفيك انرجي 1 ناقص سبيسيفيك انرجي 2 على سبيسيفيك انرجي 1، كل الكلام ده في 100. طب ما سبيسيفيك انرجي 1 ناقص سبيسيفيك انرجي 2 دي مين؟ الهيد لوسز على سبيسيفيك انرجي 1 في 100% عشان تجيبها از برسنتج. معادلات ما فيهاش اي حاجه والله، جت من التو ايكويشنز دول. ال بتساوي من 5 ل 7 الواي 2 ناقص واي 1، فانت تحطها 6 من 5 ل 7 وزن الرينج ده. تمام. تخلي بالك ان في حوار الاوبن شان ايه؟ المتر عادي، ما هي الواي دي متر واللينس لينس. طيب باشمهندس في مثال رقم 2 بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي انا عندي ريكتانجولار كروس سكشن اهو، ريكتانجولار كروس سكشن مش مديك فيه اي حاجه، مديني بس ان اللوسز اللي حصلت ب4.25 والفراود نمبر 1 ب7.5. اول حاجه عاوز الكيو. ايوه بالظبط، بص على الايكويشنز شوف انا معايا ايه وهجيب ايه. دي اللعبه مفيش حل تاني. يلا بينا. معايا معادلتين يا باشا، انا معايا الفراود نمبر 1 ب7.5 صح؟ روح هات لي الواي 2 نتيجه الواي 1 نتيجه فراود نمبر اهي. الواي 1 بتساوي الواي 2 على الاثنين، كل الكلام ده في -1 زائد جذر 1 زائد 8 فراود نمبر تربيع، صح ولا مش صح؟ عوض بالفراود نمبر فجبت ان الواي 1 رقم في الواي 2. فيها مشكله؟ بالظبط، الله ينور عليك. فهتجيبها هتطلع كام؟ هيقول لك والله ان الواي هنا عملها الواي 2 بتساوي 10.12 الواي 1. ادي اول ايكويشن. باشمهندس هو انا ليه حق استخدم الايكويشن دي؟ عشان ريكتانجلر. تمام، ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه يا باشمهندس عن طريق اللوسز. اللوسز بتساوي ايه يا باشا؟ اهي واي 2 ناقص واي 1 اس 3 على 4 واي 1 واي 2 اهي. يبقى انا عندي الهيد لوسز اللي هي بتساوي 4.25 بتساوي الواي 2 ناقص الواي 1 بار 3 على 4 واي 1 واي 2. عوض بالواي 2 ب 10.12 الواي 1 وهات لي الواي 1. فيها مشكله؟ فهتلاقي والله ان الواي 1 بتساوي 0.2268 والواي 2 بتساوي 2.295. وده منطقي، واي صغيره واي كبيره، سوبر كريتيكال سب كريتيكال. تمام، كمل. عاوز ايه؟ انا كده جبت الواي 1 وجبت الواي 2، عاوز الكيو. اول معادله اهي، معايا الواي 1 ومعايا الواي 2 اقدر اجيب الكيو. خلاص يا باشمهندس اهي هحط عندي، او ممكن على فكره كمان انا حللها عندي المعادله دي عادي، هي ممكن هتستخدم المعادله دي برضه. المهم ان انت هتيوز ايكويشن وتقدر تجيب الكيو. لما تيجي تجيب الكيو هتطلع ب 2.54. ما تنساش متر كيوب بير سكند بالمتر داش. اللي بعده جبت الكيو. عاوز الفراود نمبر 2 اهي، معاك واي 1 معاك واي 2 تقدر تجيب فراود نمبر الثانيه. هنا بقى تركز، هو مديك انهي فراود نمبر وعاوز انهي فراود نمبر. هو مديك 1 وعاوز 2، فعشان تحط هنا 2 تحط هنا واي 2 تحط هنا واي 1. ما تنساش. انت فاهم حاجه؟ ايه خوفي؟ طيب اهي، يبقى انا عندي الواي 1 لا ده هنا 2 وهنا 1 صح كده؟ عشان دي تبقى 1، فعشان كده طلعتها دي بتساوي دي. طيب هنا هتبقى الواي 1 بتساوي الواي 2 على 2
في سالب 1 زائد جذر 1 زائد 8 الفراود نمبر 2 سكوير. والله يا باشمهندس واي 1 واي 2 فراود نمبر 2 انا تمام، ابدا عوض. جبت الفراود نمبر 2 اطلع بيه 0.233. اتقل على الارقام، رقم اقل من 1 ورقم اكبر من 1. تمام صح ولا مش صح؟ ما واحده سوبر واحده صب، انا كده شغال صح. كمل. عاوز البرسنتج اوف انرجي لوسز، اجيبها ازاي؟ هيد لوسز على اهي البرسنتج. والله يا باشمهندس بتساوي الهيد لوسز اللي انا اصلا جايبها هنا ب 4 وربع، هو مديها لك، على السبيسيفيك انرجي 1 في 100. طب السبيسيفيك انرجي 1 دي بكام؟ بس بالظبط يا جماعه هي الواي 1 زائد الكيو في الايه؟ على 2 جي في الايه؟ معاك الكيو؟ اعمل ايه؟ شكرا انا فهمت. لما تفك دي كيو في بي وتفك دي بي في واي، البي هتروح مع البي فهيبقى الكيو والواي. حد فاهم الراجل ده قال ايه؟ فك بس الكيو الكبيره، فك الكيو الصغيره، بي هتروح مع البي، الموضوع خلص. تمام؟ طيب هنا اهي اللينس بقى يا باشمهندس بيساوي 6 في الواي 2 ناقص واي 1 صح؟ شكرا. حد فاهم حاجه؟ صور. بيقول لك يا باشمهندس دلوقتي انا عندي ترابيزويدال كروس سكشن، انا سايب لك المعادلات اهي عشان تبص عليها. عندي ترابيزويدال كروس سكشن ديت يا باشمهندس ب 7 متر، وعندك تي الى 1 التي ب 2. وبيقول لك والله ان الواي 2 اللي هي في الداون ستريم ب 2.3 والكيو اللي ماشيه عندي ب 25 متر كيوب بير سكند. عاوز الواي 1 معايا واي 2 معايا كيو معايا بي سمول، اعمل ايه؟ ايوه وبعدين من الايكويشن دي صح؟ اوعى حد يعمل ده بقى بس. يا باشا ترابيزويدال بالله عليك، والله هنروح في داهيه يا باشا. ترابيزويدال باشا، الايكويشنز دي كلها انا بقول لك خلي بالك انا سايبها لك عشان ملهاش لازمه. تمام؟ انا هما الاثنين دول. والله يا باشمهندس معايا واي 2 وعاوز واي 1، الموضوع بسيط. سبيسيفيك فورس 1 بتيكوال سبيسيفيك فورس 2. عوض. السبيسيفيك فورس 1 اللي هي الجاما في الاريا في الاتش بار وحايد زائد الرو في الكيو في الايه؟ في الفيلوسيتي 1 بتساوي الجاما في الاريا 2 في الاتش بار 2 زائد الرو في الكيو في الفيلوسيتي 2. هل معاك فيلوسيتي؟ ما معكش. هتبقى كيو على ايه؟ على اريا 1، وهنا كيو على ايه؟ اريا 2. الايكويشن دي يا باشمهندس معاك فيها كل حاجه ما عدا الواي 2. مش مصدقني؟ الجاما معاك مش محتاجه اصلا، لان الجاما هتروح مع الجاما هنا على جي، وهتروح مع الجاما هتروح مع الجاما على جي صح؟ طيب الاريا معاك اهي. الاريا معايا يا باشمهندس، والله الاريا بتاعتي بتساوي البي في الواي زائد التي في الواي سكوير. البي بكام؟ 7 في الواي 1 ده المجهول زائد التي ب 2 في الواي 1 سكوير. هتحط دي هنا هتبقى 7 واي 1 زائد 2 في الواي 1 سكوير بروز في الاتش 1 بار بس خلاص. طب ما ممكن اعوض بالقانون يا باشمهندس. القانون كان بيقول ايه لو انت فاكر؟ ايوه بي واي تربيع على 2 زائد تي واي اس 3 على 3. طب ما انت معاك كل حاجه ما عدا الواي صح؟ اهي كل الكلام ده زائد الكيو معاك ب 25 سكوير، كيو في كيو بقى كيو سكوير على الاريا بتاعتي اهي 7 واي 1 زائد 2 في الواي 1 سكوير صح؟ في الجي. كل الكلام ده بيساوي رقم، لان انت في الحاله دي معاك الواي 2 فتقدر تجيب كل حاجه. هات لي الواي 1. شكرا. حد فين بس يا جماعه؟ انا المهم بالنسبه لي انت تفهم بس فكره سبيسيفيك فورس 1 بيساوي سبيسيفيك فورس 2. ايوه بالظبط. ما انا كاني مش شايف دي، رحت حطيت دي اهي زائد دي لوحدها اهي. لا المربع فوق ده اهو بس كده. تمام. طيب ركز بقى معايا. جبت الواي 1 طلع بكام الواي 1 لما جيت جبتها ب
هو رقم اقل ولا اكتر من 2.3؟ السؤال ايه اصلا؟ الواي 1 اقل ولا اكتر من واي 2؟ اقل بس خلاص، يبقى لازم تجيب رقم اقل. يعني لو طلعت رقم 2 انت بتعمل مصيبه، صح؟ انا بس بحاول اخليك بس تركز في الارقام. حلو قوي. كمل. بيقول لك هات لي الهيد لوسز عندك. باشمهندس طب ما انا معايا واي 1 وواي 2 صح؟ مش هي بتساوي الواي 1 ناقص الواي 2 اس 3 على 4 واي 1 واي 2؟ صح مش صح؟ معاك واي 1 ومعاك ايه؟ واي 2. ايوه يا عم بقى يا جماعه هنقف نفس يا باشا، ما ينفعش الكلام ده والله، اقسم بالله ترابيزويدال. فالهيد لوس يا باشمهندس عشان تجيبها هي سبيسيفيك انرجي 1 ناقص سبيسيفيك انرجي 2، تقدر تجيب الهيد لوسز، وانت تعرف تجيب دي وتعرف تجيب دي. حد فاهم حاجه؟ صور. طيب ركز بقى معايا كده يا باشمهندس، احنا خدنا ايه؟ لا من الاول. انا اسمي ايه؟ الله ينور عليك. شيت كام؟ ده شيت 3. لا انت مش اكيد عارف دي شيت 3. الشيت كان اسمه ايه يا باشمهندس؟ سبيسيفيك فورس والهيدروليك جامب. قال لك والله يا باشمهندس انا بدات اتكلم عن السبيسيفيك فورس، كان عندي تو فورسز للسبيسيفيك فورس، هيدروستاتيك بريشر فورس اند مومنتوم فورس. طيب الهيدروستاتيك بريشر فورس دي يا باشمهندس كانت بتساوي ايه؟ جاما اتش بار في اريا زائد الرو في الكيو في الفيلوسيتي. خلصنا ده يا باشمهندس، وبدات اقول لك ان انا عندي ايكويشن سهله جدا اقدر اجيب منها الاريا في الاتش بار في حاله الترابيزويدال اهي، وثبتناها مع بعض. بعد كده يا باشمهندس قلت لك اول ابلكيشن عندي في السبيسيفيك فورس هو مين؟ الهيدروليك جامب. اللي بيحصل امتى؟ نتيجه الجيت، نتيجه السبيل واي. والسبيل واي يا حسن هي الهدار، ميه طالعه من فوق نازله، واي صغيره عايزه تروح لواي كبيره، من سوبر كريتيكال لسب كريتيكال هتعمل هيدروليك جامب. بعد كده دخلنا في الايكويشنز بتاعت الهيدروليك جامب. اول تو جينيريك ايكويشنز كانوا ايه؟ اس اي 1 بتساوي اس اي 2 زائد الهيد لوسز، والاس اف 1 بتساوي اس اف 2. وتخلي بالك ان انت قلت ان السبيسيفيك فورس 1 بيساوي سبيسيفيك فورس 2 علشان عملت شويه نيجلكشن وعملت شويه اسامبشن. كان باسيوم ان الهوريزونتال بيد، وكنت باسيوم ايه؟ بنجلكت الشير تحت وبنجلكت الشير فوق. سؤال بقى حلو يا باشمهندس، انت جيت في اول سيكشن قلت لي ان الاوبن شانلز دي يا باشمهندس هي عباره عن جرافيتي بايبس صح؟ وانت خليتها هوريزونتال ومفيش بريشر، الميه بتتحرك ازاي؟ بص هو الراجل برضه بيتكلم صح، بيقول لك يا باشمهندس هو زيها زي الرايز والدروب. فاكر الرايز ده اللي هو الارتفاع، والدروب اللي هو الانخفاض، تمام؟ في البيد ليفل. يا باشمهندس نتيجه ان انا عندي في اختلاف فعندي الانرجي مش بتساوي بعض، فاكر الكلام ده؟ طيب في حاله الكونتراكشن والانلارجمنت كنت بقول لك ان سبيسيفيك انرجي 1 بتساوي سبيسيفيك انرجي. ازاي بقى الميه بتتحرك؟ منين بقى؟ ما هوريزونتال. ايه؟ بالظبط. اللي انا بتكلم فيها يا جماعه ثيوريتيكال. يعني لو انت عملت هوريزونتال بيد سلوب فعلا مش هتتحرك الا لو اديتها انرجي من بره، من حته معينه اديتها انرجي نتيجه ميه مثلا جايه من فوق رمت على اوبن تشانل فاديتها انرجي خليتها تتحرك، وبرده في وقت معين هتقف عشان هي هوريزونتال. فلازم تبقى ايه؟ مايله بميل شويه. انما الكلام اللي احنا بنقوله دوت عشان نبسط المعلومات عندك وبنعمل نجلكت لشويه حاجات عشان نوصل لشويه ايكويشنز هتتغير تماما لما تكبر.